أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة وقناة الوطن الدولية نيوز، أهلا ومرحبا بكم اليوم في زيارة هامة ينظمها حزب مستقبل وطن من داخل مستشفى الميري. معنا لقاء هام مع سيادة النائب أحمد عبد المجيد عضو مجلس النواب. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذه؟ اهلا بحضرتك. حضرتك ممكن تكلمنا النهارده عن الزيارة طبعا اللي ينظمها حزب مستقبل وطن داخل مستشفى الميري؟ يعني هو في الحقيقه في اطار الدور المجتمعي اللي دايما يعني بنلمسه من خلال حزب مستقبل وطن، بجميع افراده، بجميع كوادره، بجميع المنتمين ليه، وبالاخص طبعا النهارده الساده النواب لبوا الدعوه فورا من خلال مستشفى الميري. الدور اللي بتلعبه دائما، يعني لو تذكرنا على العمليه الصحيه او الطبيه، صرح كبير جدا ويمكن قديم جدا من اكتر من 50 سنه، واحنا نرى مستشفى الميري بتقدم الخدمات الطبيه لاهالينا الشعب اسكندريه والمحافظات المجاوره ليه. دور كبير جدا، وكان مهم قوي تلبيه الدعوه وسرعه التواجد هنا عشان نشوف احتياجات المستشفى ضمن مبادره الحزب لتلبيه احتياجات المستشفيات. هل ده ليه دور في التفعيل؟ اكيد طبعا، يعني اي نائب موجود بيبقى له دور، سواء زي ما حضرتك ذكرتي بالاخص اللجان النوعيه اللي بيشتغل فيها، او بصفه ان هو كنائب، او من خلال الدور الانساني حتى هو متواجد على الارض وشايف الشارع محتاج ايه. في الحقيقه المستشفى يعني بقياده الست العميد علي بتقدم دورها، وسمعنا ارقام كبيره جدا النهارده ما شاء الله، يمكن نتكلم في اكتر من 15,000 حاله بتخدم شهريا. اكيد لازم يبقى فيه دور مجتمعي ودور مسؤوليه مجتمعيه، يعني احنا مش بنتكلم على تطوع او عمل خيري، احنا بنتكلم على مسؤوليه حقيقيه فعليه، ليس فقط بالدعم المادي ولكن ايضا بالدعم المعنوي. وان احنا موجودين النهارده ان شاء الله، بنقول لهم احنا في ظهركم، والاحتياجات اللي هم بيحتاجوها هنكون معاهم، مش فقط بس الجامعه او الوزاره هي اللي بتوفر، لا احنا باذن الله كحزب بجميع كوادره متواجدين معاهم وتحت امرهم في اي احتياجات باذن الله. حضرتك تحب توجهها للمواطنين؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين طبعا بمناسبه شهر رمضان الكريم، واقول لهم مصر جميله بحضراتكم. الشعب المصري الاصيل المقدام اللي دايما بنلاقيه في جميع المواقف مهما كان امكاناته، على جميع المستويات، امكانات عاليه او امكانات متوسطه او محدوده، دايما بيقدم كل ما يستطيع ان يملكه في سبيل الخدمه الصحيه. يعني النهارده هي مبادره من الحزب، بنتكلم شويه عن الخدمه الصحيه، بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويلا ايديكم في ايدينا ان شاء الله، ويا رب مصر دايما صحيحه وسليمه وعافيه، وكل سنه وانتم طيبين.